قصتي مع ثانوية عامة. كتير متخيلين ان نهاية الطريق انهم يدخلوا الكلية اللي نفسهم فيها. انا جاية بقى من المستقبل وبقولك ان انا دخلت الكلية اللي انا نفسي فيها، بس حصل لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وفي الوقت ده كمان حصل لي ظروف كتيرة جدا كانت تمنعني ان انا اصلا افكر اتحرك من مكاني. بعدها تخيلت ان انا حياتي وقفت تماما. اوعى تفتكر ان في كلية معينة هي احسن كلية. ممكن تكون في نظر ناس كتيرة قوي شخص عادي، بس انت لازم تكون شايف نفسك انجح شخص في الدنيا. هتفتكر ان في حد بياخد رزق حد، محدش فينا بياخد رزق التاني، ومحدش فينا شطارته بتقلل من شطارة التاني. كلنا ممكن نبقى شاطرين وبنساعد بعض نبقى انجح. هحكي لكم قصتي من الاول، هي طويلة شوية بس استحملوها مع بعض لعلها تكون شبه قصة ناس كتيرة وانا متأكدة من كده. انا بصراحه طول عمري طالبه دحيحه جدا كما يقول ثانويه عامه على ايامي كانت سنتين مش زي دلوقتي. كان المجموع منقسم على سنتين. في سنه تانية ما كنتش بنام حرفيا، كنت بذاكر ليل نهار لان انا كان عندي تارجت ان انا عاوزه ادخل كليه صيدله. المهم ان انا جيت في النتيجه